صباح الخير عليكم حبايب قلبي. النهارده هنعمل مع بعض احلى دوناتس بطريقه سهله وبسيطه جدا، وهيطلع معانا روعه روعه روعه. طبعا كلنا عارفين ان الدوناتس بقى غالي قوي بره دلوقتي، وان اطفالنا كلنا بيحبوه جدا وبياكلوه كتير قوي، فاللي هو احنا نعمله في البيت ونوفر. وطبعا طريقه التزيين زي ما انتم شايفين كده مفيش اروع منها، وبطريقه سهله جدا مش تاخد من ايدك اي وقت خالص. وطبعا هش وجميل ومش شارب زيت خالص. وهقولك على كل تركاية تعمليها علشان يطلع معاكي مظبوط جدا جدا زي المحلات بره، ويمكن احلى كمان، لانك انتي هتعملي حاجة في البيت بطريقة حلوة وبخامات نظيفة وانتي عارفة انتي حاطة فيها ايه. فيلا بينا نبدأ الوصفة. اول حاجة هنحتاجها نص كوباية لبن دافية، ما تبقاش سخنة ولا ساقعة. وبعد كده هنحط معلقتين كبار من السكر، وباكو من الخميرة الفورية اللي هو يعني ممكن نقول عليه معلقة كبيرة من الخميرة. ونقلب المكونات دي كلها كويس مع بعضها. وهنحتاج بيضاية واحدة، ونبدأ بقى نقلب المكونات كلها مع بعضها. ولو دي اول مرة تشوفوني، انا اسمي هايدي. ما تنسوش تعملوا لايك وشير للفيديو، اشتراك في القناة، وفعلوا زر الجرس عشان يوصلكم كل جديد. وكده احنا قلبنا لغاية ما القوام ايه زي الفل معانا. وبعد كده هنحتاج كوبايتين من الدقيق، وعليهم بقى رشة ملح، وهنحط عليهم الخميرة تدريجيا. يعني هنحط عليهم الخميرة تدريجيا عشان ايه؟ في دقيق يعني هيحتاج لبن كتير، وفي دقيق لا. وهنبدأ نعجن، ومرحلة العجين دي بتاخد معانا حوالي 12 دقيقة ربع ساعة كده. في ناس كتير قوي بتفتح مشروع من الدوناتس. فعلا الدوناتس مشروع حلو قوي انك تبدأي من البيت بيه، لان هو فعلا موفر جدا، وبيتباع بره غالي قوي. فاحنا طبعا مش هنبيعه غالي كده، يعني انتوا ممكن تبيعوه مثلا مش هقول لكم سعر معين لان الاسعار متفاوته قوي في الدوناتس، بس على حسب ما هيكلفك انتي اظبطي السعر يعني، وما تأوفروش في الاسعار قوي، لان فعلا يعني الظروف ما بقتش احسن حاجه، فبرضه ما نغليش على الناس الاسعار يعني. وانتوا كده كده لما هتيجوا تحسبوها هتلاقوا نفسكم انكم بتكسبوا 200%، لان فعلا الدوناتس مش بياخد حاجه، هما كوبايتين دي وشويه زبده وبيضايه، اللي هو فعلا هيطلع لنا معانا حوالي 17 قطعه او 14 تقريبا طلعوا في الاخر، مش فاكره العدد بالظبط، بس هتشوفوا في اخر الفيديو. فلو جيتي تحسبيها هتلاقي نفسك انك المكسب حلو قوي. ففعلا لو حد عايز يفتح مشروع من يعني من الدوناتس، يتعلم الطريقة ويجربها مرة واتنين وتلاتة، ويركز قوي على طريقة القلي علشان هي دي سر الدوناتس اصلا. يعني ناس كتير قوي بتعرف تعجنه، وناس كتير قوي تعرف تقطعه ويطلع معاه مظبوط، لكن تيجي في القلي وما تعرفش تظبطه. فانتوا شوفوا طريقة القلي كويس علشان تعرفوا تظبطوه. وطبعا التزيين ده بقى دي حاجة بتاعتك انت، عايزة تحطي شوكولاتة، عايزة تحطي سكر مثلا بودر وخلاص كده من غير شوكولاتة، كل حاجة تنفع مع الدوناتس. دلوقتي بقى نرجع لوصفتنا. هنحتاج حوالي 4 مكعبات من الزبدة، وتكون الزبدة طرية، ونبدأ نحطها على العجينة ونبدأ نعجن تاني. وملحوظة كده لما هنحط الزبدة هتلاقي ان العجينة ساحت كده وكأنها محتاجة دقيق وبتاع وكده، لا ما تحطيش دقيق خالص، هي مش هتحتاج دقيق تاني. هي بس هتفضلي تعجيني فيها 10 دقايق كده وهتتظبط معاكي زي ما انت شايفة دلوقتي كده. احنا خلصنا مرحلة العجن. هنبدأ بقى ان احنا نحطها في بولة ونغطيها كويس، لو البولة ليها غطا، او ممكن نحط عليها ستريتش.
احنا هنخمروه نص تخميرة، مش يعني مش هنسيبوه وقت كتير. اللي هو مثلا لو احنا في الشتاء هنسيبوه ساعة، لان طبعا الدنيا بتبقى ساقعة ومش الحاجة مش بتخمر بسهولة. لو احنا في الصيف هنسيبوه ربع ساعة بالكتير قوي. وبعد كده هنبدأ ان احنا نقطعوه زي ما هنشوف دلوقتي. هنبدأ دلوقتي نطلع العجينة بعد ما خمرت، ونحاول ان احنا منفشش خمرها خالص. هنطلعها بالراحة ونحطها على مفرش السيليكون بتاعنا، ونبدأ ان احنا نبططوها ونفردوها بالنشابة. وطبعا نحط رشة دقيق كده في الاول، علشان الدوناتس بيبقى محتاج ان احنا نبططوه على دقيق، علشان لما نيجي نقليه ما يشربش زيت مننا. وطبعا محدش يبططه على زيت، لان انت لو بتبططي حاجة على زيت وحطيتيها في زيت طبعا هتشرب زيت. وطبعا الدقيق بيسهل عملية الفرد جدا، والكلام ده مش في الدوناتس بس، ده في اي وصفة تانية لو احنا بنحتاج ان احنا نفرد حاجة استعملي فيها الدقيق. وطبعا بقى لازم نركز قوي في سمك العجينة، لان سمك الدوناتس مهم جدا. ما نطلعهوش رفيع يا جماعة، لان الدوناتس مش رفيع. اهم حاجة يكون سمكه اللي هو ايه، يبقى فيه سمك كده. يعني في ناس كتير قوي بتشتكي من النقطة دي، انها بترفعه. طب يا جماعة بترفعوه ليه؟ ما حدش يرفع الدوناتس، الدوناتس مش بيبقى رفيع. فنخلي سمكه كده حلو، علشان ما يبقاش برضو تخين، يعني عشان في ناس بتعليه قوي. بس هو الدوناتس يبقى السمك بتاعه وسط. ونحاول ان احنا تبقى سمك العجينة كلها واحد. ما تبقاش حتة مثلا عالية وحتة واطية، فتطلع معانا دوناتسية عالية ودوناتسية رفيعة. فاللي هو نحاول ان احنا ايه، نوسطن ايدينا شوية واحنا بنفرد بالنشابة. وطبعا بقى نيجي لأهم حاجة، وهي التقطيع. تمام. التقطيع بتاع الدوناتس ده بيبقى أهم حاجة فيه، لأن هو ده اللي بيحدد الدوناتس هيطلع معانا لطيف ولا مش لطيف. فاللي هو احنا بقى احنا ممكن نخترع اختراعات كتير بعيدا عن قطاعة الدوناتس، لأن قطاعة الدوناتس مش بحبها في التقطيع على قد كده. لأن بتطلع الدوناتس يعني اللي هو ايه، بيبقى يعني صغير كده قوي. فاحنا بنبقى عايزين الدوناتسية تبقى كبيرة. فاحنا ممكن نجيب بولة واي حاجه كده صغنطوطه نقطع بيها من النص. تمام. فهي لو عندك بقى اي طبق، اي حاجه عندك مناسبه للتقطيع. انا استعملت البوله دي، شايفين هي حجمها مناسب جدا. وبنحط على طرفها شويه دقيق، علشان الدوناتس ما يعني ما يلزقش فيها، يعني العجينه ما تلزقش فيها. فهتشوفوا بقى طريقه التقطيع دلوقتي. وطبعا الاختيارات التقطيع كتير قوي. اهم حاجه يكون الحرف بتاعها حامي. وطبعا هنقطع شويه ورق زبده زي ما انتم شايفين كده، وهنحط عليه دوناتسية. بعد ما هنقطع اول طبقة كده، هنبدأ ان احنا نلم العجينة اللي باقية معانا. ونبدأ ان احنا نسيبها يعني نسيبها ترتاح شوية، ونبدأ ان احنا نفردوها تاني. وطبعا هنفضل ان احنا نعمل في العجينة كده لغاية ما العجينة تخلص معانا، لان احنا طبعا مش بنرمي اي حاجة. لان يعني طبعا حرام ان احنا نرمي عجينة قمر زي دي. هي العجينة حلوة جدا، وكانت معايا تحفة تحفة تحفة. وده شكل الدوناتس بعد ما خلصنا تقطيع. شايفين شكله تحفة جدا، وكله يعتبر متساوي يعني. فهنبدأ بقى ان احنا نسيبه يخمر حوالي نص ساعة زي ما قلنا. وبعد كده هنبدأ ان احنا نقليه. شايفين بقى سمك الدوناتسية مظبوط جدا، هو ده السمك اللي احنا عايزينه. ومش عايزينه اضخم من كده خالص.
لان بعد ما هتتخمر زي ما انتم شايفين دلوقتي بقى الدوناتسية هتبقى عاملة ازاي كده. فهو كده زي الفل قوي. ده كده بعد ما تخمر وان احنا هنبدأ ان احنا نقليها. الزيت طبعا بقى يكون متوسط الحرارة، مش عايزينه سخن خالص. هنبدأ بقى ان احنا نقلي زي ما هتشوفوا دلوقتي. بقى اسيبكم ايه في المرحلة دي من غير شرح كتير لان هي شرحة نفسها. شايفين اصلا الدوناتسية بتنزل من على ورقة الزبدة مش لازقة فيها خالص، وبكل سهولة هننزلوها اهو في الزيت. وبعد كده ان احنا نبدأ ان احنا نحركها بالخلة اللي هي الخلة الشيش تاووك دي. دي احسن حاجة تقلي بيها الدونات عشان تعرفي تقلبيه من النص. بيبقى سهل التقليب من غير ان احنا نفش خمره. وطبعا هتبقى على نار متوسطة اللي هي بتبقى ايه، واخدة نسبة كده من انها تبقى هادية شوية عشان الزيت ما يسخنش مننا واحنا بنقليه. وطبعا مش هيشرب زيت مننا خالص. وزي ما انتم شايفينه كده ما بسيبهوش في مكانه، لازم تقعدوا تحركوا في الدوناتس كده علشان ما يعني ما يبقاش حتة اتحمرت وحتة لا. هنبدأ بقى ان احنا نقلبوه من النص كده زي ما انتم شايفين بكل سلاسة. الموضوع مش صعب خالص وفعلا مش هياخد في ايدك وقت يعني، ومش متعب. بس اهم حاجة ان احنا نجربه. ممكن في اول مرة على فكرة بنفس الوصفة ممكن تلاقي نفسك انك انتي ما نجحش معاكي على قد كده. فاللي هو برضو جربيه تاني، ما تيأسيش، جربيه مرة واتنين وتلاتة اكيد هيظبط معاكي. يعني مثلا انا جربته مع نفسي كذا مرة. وكانت اول مرة كان كويس بس مش قوي. تاني مرة كانت غلطة وعرفت غلطتي. وبعد كده المرة التالتة بقى اللي هي دي كانت ناجحة جدا. وبعد كده بقى عملته كتير جدا اللي هو فعلا طلع معايا مظبوط جدا جدا جدا. وتعودت بقى عليه وخلاص الوصفة دي انا ماشية عليها. وهي دي اللي بتطلع معايا دوناتس حلو قوي. كانت اول مره لما عملته كانت غلطتي في القليه لان طلع مني غامق لان انا كنت عاملاه على نار عاليه جدا. تاني مره كنت عاملاه بدقيق جاهز بتاع الدوناتس، ما عجبنيش خالص لان كانت برضو مقاديره ما كانتش معايا مظبوطه. فما عجبنيش. المره التالتة بقى اللي هي بتاعت الوصفه دي طلع معايا مظبوط جدا. وحبيت ان انا اعمل لكم الفيديو علشان برضو كلنا نستفاد. وطبعا الفيديو ده هيبقى مفيد للأمهات كلها لأن الأطفال بتعشق حاجة اسمها دوناتس. وهم رايحين الحضانة وهم رايحين المدرسة بيبقوا عايزين دوناتس. ويا مامي هاتلنا دوناتس، يا مامي هاتلنا دوناتس. والدوناتس بقى غالي ومامي مش عارفة تجيب لهم دوناتس كل يوم. فاللي هو ليه بقى احنا ممكن نعمل دوناتس في البيت. وعلى فكرة الدوناتس لما بيقعد أصلا ويبات لتاني يوم بيبقى طعمه أحلى من أول يوم. دي معلومة برضو عايزة أقولكوا عليها. ما تاكلوهوش في أول يوم، كلوه في تاني يوم بجد بيبقى طعمه أحلى بكتير. وممكن يقعد معاكي 3 ايام 4 ايام مش هيحصل له اي حاجة خالص. فاللي هو اعمليه لاولادك واكليهم حاجة صحية وحاجة هما بيحبوها جدا. وانا شايفاه ان هو صحي، يعني انا مش شايفاه ان هو مش صحي خالص، لا هو صحي جدا. لان في برضو حاجات كويسة بيض وبتاع وكده. فاللي هو ايه، حاجة كويسة للأطفال. فهي وصفة مهمة جدا وأي حد يعرف أي أم يبعت لها الفيديو ده على طول. ولو رايحة زيارة عند حد او كده ممكن تاخديه معاكي، زيارة حلوة جدا. تحطيه في علبة كده وتاخديه معاكي. يعني انا مثلا كنت تاني يوم رايحة عند عماتي. فاللي هو انا قلت ايه خلاص بقى هو الدوناتس ده بتاعهم. فاللي هو انا اخدته معايا الزيارة وكانوا مبهورين بيه جدا لان فعلا شكله كان حلو قوي. وطبعا طريقة التزيين بقى كانت خطيرة. وعلى فكرة مش مكلفة خالص لان ممكن يعني بحاجات بسيطة قوي تطلعي شكله حلو زي ما انتوا هتشوفوا في الفيديو ده في اخره. وطبعا لما بنيجي نطلع الدوناتس بنطلعه على مناديل. هو بس الاحتياط واجب يعني بنطلعه على مناديل، بس هو اصلا ما بيبقاش شارب زيت خالص.
انا حبيت ان انا اطول شوية في مدة القلية علشان تشوفوه بدل المرة واتنين وهو بيتقلى، علشان فعلا القلية دي بتبقى اهم حاجة في الدوناتس. يعني ركزوا قوي في الموضوع بتاع القلية ده، وشوفوا انا بقليه ازاي علشان لما تيجوا تقلوا تبقوا عارفين هتعملوا ايه. لان في معظم الفيديوهات، انا عارفة ان معظم الفيديوهات على السوشيال ميديا بيجروا الحتة بتاعت القلية دي عشان ايه؟ يعني يسرعوا الفيديو شوية. بس انا اهم حاجة عندي هي طريقة القلاية، وانك انت تعرفي تعملي الحاجة. بعد ما نخلص مرحلة القلية هنسيبوه ان هو يبرد بقى، ونبدأ بقى مرحلة التزيين. هنجيب بقى شوكولاتة ونسيحوها. شوكولاتة مثلا اللي هي السودا، وبعد كده شوكولاتة بيضة. ممكن نجيب باكو اوريو ونفتفتوه زي ما انتم شايفين كده على جنب، ونجيب الفرماسيل الالوان وفرماسيل اللي هو البني. حاجات افكار كتير قوي نقدر ان احنا نزين بيها الدوناتس. وطبعا لو عايزه بقى توفري خالص، ممكن بشويه سكر وشويه قرفه وتنزلي بقى فيها الدوناتسية كده، وخلاص على كده. مش مفيش اي حاجة مكلفة خالص. وهي اصلا الدونات يعني هي عجينة الدوناتس لوحدها كده كان طعمها تحفة ومسكرة وجميلة وزي الفل. فاحنا هنحطها بقى ايه برضو عشان ايه؟ يعني ندلع الدوناتس بتاعنا، نحطوها في الشوكولاتة كده زي ما انتم شايفين. انا قسمت الدوناتس بتاعي للشوكولاته السوداء والشوكولاته البيضاء زي ما انتوا هتشوفوا كده. بقى ايه طريقه التزيين؟ هسيبكم بقى ايه تتمتعوا بقى وتشوفوا الطريقه. وطبعا بقى كل واحد بقى وذوقه. يعني هو في ناس كتير قوي اصلا عندها افكار للتزيين غير دي، بس انا حبيت ان انا اجمع لكم كام فكره للتزيين في الفيديو واحد. لكن احنا ممكن نعمل بحاجه واحده بس يعني، بس انا عشان الفيديو فانا عملت كذا فكره. فهي اصلا افضل حاجه عندي هي الشوكولاته وعليها الفرماسيل الملون. انا بالنسبه لي هي ده الدوناتس، وهو ده الطعم اللي انا بحبه جدا. ف هتشوفوا كمان طريقة كده ممكن نعمل بيها خطوط بقى بالشوكولاتة البيضة. لو عندنا حتة شوكولاتة بيضة صغنططة كده، ممكن نسيحوها ونقوم ايه عاملين خطوط على الشوكولاتة السوداء. برضو بحبها جدا. بيبقى طعمها جميل وشكلها حلو قوي. واصلا المحلات بره ما بتعملش اكتر من كده، يعني فعلا ما فيش اي اختراعات اكتر من كده. وبيبيعوها طبعا بشيء فلاني، وانتوا عارفين طبعا اسعار. فاللي احنا مش هنتكلم بقى في الاسعار بتاعت بره. شايفين شكل الدوناتسية؟ بجد شكلها تحفة تحفة تحفة. وكان طعمها حلو قوي، اللي هو انا فعلا يعني كان هين عليا اكل دوناتس كله اصلا. فهو طعمها خطير جدا وشكلها حلو، واطفالك هيحبوها قوي قوي قوي. انتي بس دلعي الاطفال كده ودلعيهم شويه، واعملي لهم شويه حاجات كده في البيت وما تكسلوش. انا عارفه ان الدنيا ساقعه وانكم بتكسلوا تقوموا تعملوا اصلا كيكايه في البيت، بس احنا ايه الدوناتس برضو حلو، ونغير شويه عن الكيك بقى وكده. الشوكولاته البيضه طلعت معايا خفيفه شويه، فاللي هو ايه انا عملت طبقه بالشوكولاته البيضه، وبعد كده لما سبتها تجمد شويه، وبعد كده حطيت يعني دوناتسيه تاني في الشوكولاته عشان تغطي معايا، لان فعلا كانت خفيفه قوي. وهاخد بقى شويه كده في كيس حلواني، ونبدا ان احنا نخطط بيها الشوكولاته اللي هي السودا الدوناتسيه. زي ما انتوا شايفين كده بتدي شكل تحفه جدا. وشوفوا بقى الافكار اللي موجودة في الفيديو كلها، يعني فعلا الافكار حلوة قوي. واعملوها، هي شكلها يعني ممكن تعملوا بقى كل مرة حاجة من الافكار دي.
وده كان شكل الدوناتس في الاخر. حطيت بقى شوية اوريو كده على واحدة منهم، وحطيت بقى كده كسرت 2 اوريو كده وحطيتهم برضو فوق. هما مسكوا، يعني انا استغربت قوي ان هما مسكوا كويس الاوريو، ما كانش بيقع ولا حاجة. بس هي فعلا شكلها خطير جدا. واعتقد لو جنبك طفل دلوقتي بيتفرج على الفيديو هيقولك يا مامي يلا قومي اعملي لنا دوناتس دلوقتي حالا. فاللي هو ما تكسليش وقومي اعملي دوناتس وجربي الوصفة وقولوا لي رأيكم في الكومنتات. ولو محتاجين اي استفسار عن اي حاجة انا معاكم في الكومنتات وهرد على كل الكومنتات اللي هتجيلي. آم، بس كده يعني، ما تنسوناش بقى في اللايك والشير واشتراك في القناة طبعا لو انتم مش مشتركين في القناة، وفعلوا زر الجرس عشان يوصل لكم كل جديد من وصفاتنا. اشوفكم في فيديو جديد ان شاء الله. باي باي.